السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد الرحمن، رجعت لكم اليوم بفيديو جديد. طبعا اسف على القطع، صار لي 4 ايام مش منزل فيديوهات. المهم فيديو اليوم عن شخص اسمه السوفسطائي، عنده 134 الف متابع. محتواه على اساس انه محتوى علمي، ولكن هسه راح نشوف شو هو محتواه الصح. ايش جنسيات الانبياء؟ النبي ادم بحريني، النبي ادريس عراقي، النبي نوح. ايوه معلم، وين رايح؟ هاي استنى شوي ومكمل كمان. وين رايح يا معلم؟ هذا شكله شايف وين الاماكن المولود فيها الانبياء وعلى اساسها حاط انه لهم جنسيات. بس السؤال هو لحد الآن مش معروف سيدنا آدم وين أنزل. كيف عرفت إنه أنزل بمنطقة البحرين؟ والله هذا الشخص وصل لمراحل من التكييس لازم يعينوه رئيس قسم المكيسين. المصريين مش عرب، بل هم كمتيين او فراعنه بحسب المصطلح الشائع. الاردنيين والسوريين واللبنانيين والفلسطينيين مش عرب، بل هم سريان واراميين وكنعانيين. العراقيين كمان مش عرب، بل هم سومريين واكاديين واشوريين وبابليين. اليمنيين مش عرب، بل هم يمنيين. حياتي بقت أجمل كتير. يا حبيبي هسا هذا شو اللي بدي يفهمه معلم؟ هسا هذول جدودنا، حلو، جدودنا هم اللي بتحكي عنهم، ولكن احنا بنحكي اللغة العربية. يعني احنا عرب وبتحكي انه اليمنيين مش عرب. لعد مين العرب؟ من اليمن ايش وكل العرب. نصيحتي سكر اليوتيوب وروح ادرس تاريخ احسن لك. لما قلت انه المصريين مش عرب بل هم كمتيين او فراعنه، الكثير من المصريين تضايقوا مني وهجموا علي وقالوا لي لا احنا عرب وبنفتخر بهذا الاشي. حبيبي لشو بدك تفتخر بالعرب؟ الكل مستغرب كيف انه بيحكي هيك عن العرب وهو عربي. هو مش معتبر حاله عربي، هو معتبر حاله من السريان والكنعانيين. معلم هاي حضارات قديمة خلص راح عهدها. احنا هسه عرب، هسه حضارتنا الحضارة العربية. ثانيا ليش يفتخروا المصريين بالعرب؟ والله روح ابحث عن انجازات العرب، لاني لو حكيت لك اياها مش راح اخلص لك لبكره. 5 اشياء ما بتعرفها عن الصرصور. يا شو خلص المحتوى. 1. هذا الصوت الشهير اللي بتسمعه دائما بعني انه هناك صرصور يمارس الجنس مع صرصورة بالوقت الحالي. بس السؤال من وين بتجيب هذا الكلام؟ من وين عرفته؟ كيف عرفت؟ شو مصادرك وشو الدراسات اللي بتحكي زي هيك؟ بكل بساطة الصوت هذا لما يطلع من الصرصور يا جماعة الخير، فهو بيطلع من نوع معين من الصراصير اسمه صرصور الليل. هذا الصرصور بظل طول الليل بطلع هذا الصوت. صرصور تلامس مع الانسان بالخطأ بيعمل حالة طوارئ، فمباشرة بروح ينظف حاله ويتحمم، لانه الصرصور بيعتبر الانسان كائن مقرف ومقزز وقذر. طيب راح ارد عليك بسؤال، واللي هو هسا الصرصور لما يعيش طول حياته بالمجاري بيعتبرش انه عايش مكان قذر؟ الان بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. انا اسف على القرف اللي سمعتوه قبل شوي، بس يعني الواحد بده يرد على الاشياء المتخلفة. ولا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. بشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم.